سلام الله عليكم. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وفي غياب الأدلة والإثباتات وبعد الضغوط واللي مارسها فوزي القجع، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خفض العقوبات على وليد الركراكي. شحال كانت وشحال ولات؟ الكثير منا عارف بأنه العقوبات كتعلق فقط بالإيقاف ل4 ديال المباريات، 2 تنفذوا و2 موقوفين التنفيذ. والمباراة الأولى كانت هي المباراة ديال زامبيا، أي أنه بقات لنا مباراة واحدة. فلما تخفت هذه العقوبات شحال بقات؟ غادي نشوفوا كذلك واحد اللائحة قد هكا. القضية ماشي فيها فقط وليد الركراكي، فيها فوزي القجع، كنهضروا على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيها كذلك الاتحاد ديال الكونغو الديمقراطية، لكن ما فيهاش مبيمبا. غادي نشوفوا هذه اللائحة، غادي نديروا لها واحد القراءة مستفيضة. في نفس الوقت غادي نشوفوا بأنه ماشي الاتحاد الإفريقي هو اللي نزل على وليد الركراكي بهذه العقوبة، وإنما شخص نافذ. كما كتعرفوا ما عندنا شيء مع النظرية ديال المؤامرة، لكن إذا ظهر السبب بطل العجب. وغادي نشوفوا هذه اللجنة وعلاش إلى غير ذلك. غادي نكشف لكم كذلك على أمور خطيرة وخطيرة جدا. أوامر فرنسية، فلوس جزائرية، وتنفيذ جنوب إفريقي. الهدف هو بلوكي المغرب أو وقف المسيرة ديالو، لأنه ما يمكنش أن الجزائر تقصى. جنوب إفريقيا مهددة، وزيد وزيد وزيد. مسألة أخرى، علاش هذا القرار جاء قبل ساعات من الانطلاق ديال المباراة؟ السيد كان في الحافلة ديالو، كيجي التليفون، وقف سيدي. شحال كان باقي ساعات. هاد الامور اخواني اخواتي كلها غادي نطرقوا لها في هذه الحلقه باش اننا نحطكم في الصوره. وعدناكم باننا غادي نجيب لكم الخبر من المصادر ديالو، فهذا ما كان. اكيد غادي ندوزو بواحد 2 ديال الفيديوهات ديال الفرحه ديال الايفواري لما كنا من المساهمين او بطريقه غير مباشره احنا السبب ديال التاهل ديالهم الى الدور الثاني. وهذا الشيء يعني يستحقوه ويستاهلوا لانهم كبروا بنا بشكل كبير. غادي نشوفوا كذلك الفرحه المختلطه، احنا بغينا نسميوها فقط فرحه مغربيه، لكن فين ما كتصيب مغربي كتصيب مع ايفواري، فنقولوا فرحه مغربيه ايفواريه. غادي نشوفوا كذلك هذا الشيء بالفيديو. الاخوان والاخوات كما عودتكم دائما ضروري ما تضغطوا على زر الاعجاب فضلا منكم وليس امرا، تشجيعا لنا اولا، ثم دائما كنأكد على انه مساله الضغط على زر الاعجاب كتخلي القناه ديال كشف الخبر تصدى بكل سلاسه وبكل بساطه للتبليغات ديال الذباب الالكتروني الجزائري المتسخ. وخليوا لنا كذلك تعاليق، احسن، تواصل، شكرا، اي حاجه جات من عندكم فمرحبا. وندوز مباشره الى التفاصيل. خص الجميع يعرف في الداخل وفي الخارج على ان التحديات ماشي احنا اللي تنقلبوا عليها، بالحق الا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. احنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. المتتبعين الجدد مرحبا بكم في قناة كشف الخبر. شرف لنا أنكم انضميتوا للعائلة الكبيرة. بالنسبة للمتتبعين القدامى الأوفياء فكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم المتواصل للقناة، والله يقدرني أنني نكون عند حسن ظنكم سواء الجدد أو لا القدامى. البارحة إخواني أخواتي كان موعد آخر للمغاربة وللأشقاء ديال المملكة المغربية مع فرحة مستحقة. يتعلق الأمر بالتأهل إلى الدور الثاني على صدارة المجموعة. 7 ديال النقاط. شني 7 ديال النقاط؟ تبارك الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. وإن شاء الله ما هذه إلا البداية. هذه الفرحة إخواني أخواتي واللي عمات أرجاء كل المملكة المغربية ولات عندنا عادي، يعني بدينا كنتعودوا على الفرحة ولات عندنا بشكل دائم، حتى سقف التطلعات ديال المغاربة فدائما مرتفع. إلا أنه مازال المغاربة ما نساوش الفرحة ديال الإقصاء ديال المنتخب لمنهوك. اليوم إخواني أخواتي غادي نشوفوا راديو هيت راديو، الإذاعة ديال هيت راديو هما مطلعينها على الجزائر بهذيك العبارة ديال 1 2 3، ودايرين واحد بحال شكل لعبة بيناتهم، كل واحد كيقول كلمة وداك الشيء مضحك. فغادي نخليكم إخواني أخواتي مع هذه التطليعة المضحكة ديال مومو وكذلك الزملاء ديالو في القناة وحتى الضيوف ديالو. تابعوا. 1 2 3 كما بغيتي. 1 2 3 باك تو الجيري. 1 2 3 لاجي خرجت بكري. 1 2 3 الجيري تخسي من عيني. 1 2 3 موريتاني سيت يو فري. ديك انت حاتم. 1 2 3 الطياره غتمشي وتجري. 1 2 3
بركه ما تبكي. 1 2 3 لا كان سي فيني. 1 2 3 بركه عليكم. الى عز الدين توصوا بروت. نقدروا نغنيو ولا بغيتو كاع؟ نغنيو وحده. 1 2 3 بلا ما تبكي بلا ما تشكي. اوكي نغنيوها. 1 2 3 ما تبكي ما تشكي. 1 2 3 ما تبكي ما تشكي. 1 2 3 تكتي. اكيد كلكم كتسولوا اين الجزائر، اين الاستوديوهات التحليليه الجزائريه من تاهل ديال المنتخب المغربي الى الدور الثاني وبثلاثه ديال النقاط اخرى اضافيه. يعني كنهضروا على 7 ديال النقاط. بغيتوا تعرفوهم فين مشاو؟ حنا دابا اصلا ولات عندنا واحد التجربه، يعني مجرد ما يكون شي انتصار او شي حاجه تبارك الله في المملكه المغربيه في المستوى، فيعني السكوت، واحد الموجه ديال السكوت، وبعدها يعني كيعاودوا يرجعوا ثاني ديك العاصفه سبته مليليه الصهيونيين سير جيب اختك من الخليج الى غير ذلك. البارحه اخواني اخواتي المغاربه صيبوا واحد الساتيليت، حنا تبارك الله مطورين، درنا واحد الساتيليت وصلنا حتى لحد الشمس وشدينا على سميتو الجغرافيا ديال الجزائر بين قوسين، الجغرافيا مسروقه، وعطاتنا الصوره بدقه وكذلك الاصوات اللي كتنبعث من الجزائر مباشره بعد ما صفر الحكم وبدات الفرحه وبدات الابتهاجات في الشارع المغربي بشكل عام وكذلك بالشوارع ديال الكوت ديفوار. فيديو واللي حصلنا عليه بشق الانفس من 15 ثانيه. تفرجوا اخواني اخواتي وسمعوا الاصوات ديال شنقريحه. يوم بعد يوم كنتاكد من ان هذيك المقوله ديال الاستاذ ديالنا منار سليمي واللي قال من خلالها بان الكابرانات طريقهم كحله، ماشي قالها غير هكاك، بعد دراسه وتمحص وكانه كيناقش في شي بحث ديال الدكتوراه ديال شي شخص او لا كيقوم بالتمحيص المرحله النهائيه وكتوقف على المصادر الى غير ذلك. فالسيد لما قال بان طريق الكابرانات كحله على الاقل اعتمد على العشرات ديال الحالات بل المئات. تخيلوا معايا انه تونس شقيقه المفروض كنهضروا على الشعب، فبعد ما جاء قيس سعيد اللي حولها الى ولايه تابعه للجزائر اي دار يدو في يد الكابرانات. فينا هي تونس؟ البارح الطياره دارت امارش وجابتهم حطاتهم في تونس. موريتانيا من قلبات على الكابرانات وجات عند المملكه المغربيه، هي الحمد لله موريتانيا في الدور الثاني. وبالتالي مرة أخرى أقول صدق منار سليمي، وفعلا طريق الكابرانات كحلة، علامة نحس، علامة نحس، يعني معروفين الأمور، يعني لا تحتاج إلى نقاش، علامة نحس. أي واحد حط يده في يدهم إلا وكتحول إلى رماد. الفرحة إخواني أخواتي البارحة يعني الحناجر بحت أحد الإيفواريين. تخيل أنه واحد المناصر للمنتخب الإيفواري واللي بلادهم اللي منظمه من المفروض خصهم يطلعوا مزيان، يتقصاو من النصف، يتقصاو من الربع الى غير ذلك، فاذا بهم يفاجئون لانه هذا الكان والمتتبعين واكيد انتم كتلاحظوا هذه المساله بانه كله في حالات استثنائيه. المنتخبات الكبيره كتبان لنا كطير، كاين منتخبات اخرى اللي كنقولوا مغموره وعاد قالوا غادي طالعين مزيان، يعني كاين بزاف تاع المفاجات. الكوت ديفوار ودعاتنا، لكن بقى واحد الخيط رفيع واللي بالامكان ديال المملكه المغربيه، المنتخب المغربي وليد ركراكي اللعابه، انه في حاله لحق الفوز على زامبيا مباشره الكوت ديفوار غادا تدوز للدور الثاني، وهذا ما تحقق. قلت لكم بانه في حاله الى فاز المنتخب المغربي فغادا تزيد سميتو توطد اواصر الاخوه والمحبه بين البلدين. البارح اختي المغربيه اخي المغربي في الكوت ديفوار، يكفي انك تقول انا مغربي يديروك فوق راسهم، يحيد كلوه ويعطيها لك تما، شي ياخذ خوه من الداخل يحيد الدواره كامله ويقول لك سيدي اتكل على الله وعاش الملك. الايفواريين كيقولوا عاش الملك، عادي، احنا عارفين، احنا عياشه، عاش الملك عادي عندنا بالنسبه لنا وكتفرحنا، لكن خاصكم تشوفوا المفعول ديالها على الدوله اللي منوك. ما نطولش عليكم اخواني اخواتي، حبيت انني نخليكم مع الفرحه ديال الايفواريين هي الاولى ندوزو للفرحه ديال المغاربه. تابعوا اخواني اخواتي هذا الفيديو الشيق جدا، تابعوا.
Maroc! Vive Maroc! Merci, merci Maroc! Vive le roi, vive le roi! Mohamed VI, vive le roi, Mohamed VI! Merci le Maroc! Vive le Maroc! Vive le Maroc! صورة جميلة جدا واللي عندها علاقة بهذا الموضوع. غادي نشوفوا كيفاش ان اسد الاطلس هاز الفيل كينقذوا عملية انقاذ ديال كنهضروا على ساحل العاج او لا الفيل. كان عندنا حنا هنا اسد الاطلس فهما يعني اللوغو ديالهم هو الفيل. ملي كنقولوا ساحل العاج نسبه الى الانياب ديال الفيل لانه يصنع منها العاج. وفي الفتره الاستعماريه كانوا كيشدوا الفيل كيقتلوه وكيحيدوا له هذه الانياب ديالو اولا كيخليوه حي. المهم تيعذبوه ويديو له الاسنان ديالو. فها هي اخواني اخواتي الصوره امامكم من ابداع المغاربه. صوره اخواني اخواتي اخرى لا تقل ابداعا على هذه الصوره الاولى. غادي نشوفوا كيفاش ان زياش شاد الفخذ ديال زامبيا على ما اظن ما عرفتش كيتسموا الرصاصات النحاسيه ولا شيء من هذا القبيل. فكيتبل تتبيله. والبارحه اخواني اخواتي اللاعب زياش ابلى البلاء الحسن. شفتوا الهدف اللي دار زياش لكن ما شفتوش كيفاش انهم تلاحوا عليه جوج يعني خصهم يبلوكيو. ما باغينش يطيحوه باغيين يوقفوا الكره. تبارك الله كل واحد قدو قداش. انتم عارفين تبارك الله زياش يعني على قد الحال. لو انه هذوك جوج ضربات جاو فيه فكان غادي يكون من حديث الماضي. طار في السماء فوق الرجلين الاول وداز فوق الرجلين الثاني وماركا هذاك الهدف وتجاوز كل هذوك جوج ضربات اللي وحده كتنسيك في وحده. فاقول لزياش تبارك الله ابدعت. وندوزوا اخواني اخواتي كذلك الى الفرحه المغربيه. وكيف ما قلت لكم بانها فرحه مختلطه لانه البارحه يعني وليتي كتهضر على ايفواري ومغربي في حال يعني كتصيب المغربي لابس التوني ديال الكوت ديفوار وكذلك كتشوف ايفواري لابس التوني ديال المملكه المغربيه. تابعوا هذه الفرحه. المجموعه هذا هو المهم 7 نقاط. كي جاك الاداء والنتيجه ديال المباراه ديال اليوم؟ الحاجه الزوينه اليوم حنا ربحنا وتاهلوا معنا الكوت ديفوار. ناس طيبين يستاهلوا والخير باقي جاي ان شاء الله. الخير باقي جاي وديما المغرب ديما المغرب ان شاء الله. احنا فزنا اليوم فزنا البروميير ان شاء الله نديوها معنا الرباط ان شاء الله ونحتفلوا كاملين ان شاء الله. ديما مغرب. Je vous jure, non, on est hyper content parce qu'on est qualifié et nos frères ivoiriens aussi ils sont qualifiés. On est tous le monde. Merci la Côte d'Ivoire et merci le Maroc. Vive le Maroc, vive le Maroc, vive le Maroc. Merci au Maroc pour tout. Merci le roi. Vive le roi. Si. كوت ديفوار هذاك الاستقبال اللي دارت لنا رديناه الهدابه في هذا الماتش. ردينا لها وتستاهل اكثر وحنا واقفين معاها. جبنا لها تاهل بعدك تاهلت وان شاء الله ماتش غادي نكونوا لا فينال وحنا اللي غادي ان شاء الله نديو لها كوب. مظاهر الفرحه اخواني اخواتي ماشي فقط بالاحتفالات وانما هذيك القنطره اللي في الكوت ديفوار بايادي ديال المهندسين المغاربه والناس اللي كيهتموا بهذا المجال. كنهضر على المقاولين. في البارحه تم التزيين ديالها بالوان العالم المغربي بانوان الرايه المغربيه حمراء ونجمه خضراء. تابعوا اخواني اخواتي اولا شوفوا هذه الصوره. ندوز نتابعوا شي حاجه اخرى ان شاء الله. فهنيئا مرة أخرى للمنتخب الإيفواري. وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه إلى الشعوب الإفريقية واللي كما كنقولوا كيقر فيها الخير. الإيفواريين ما شفنا منهم إلا الخير.
سبق وقدموا لنا دائما الخير، وحنا معاهم ان شاء الله في السراء والضراء بلا من الله. ندوزو اخواني اخواتي للموضوع الرئيسي ديال هذه الحلقه، ونبداو بواحد الصوره واللي صراحه تعبر على الحب ما بين اللاعبين والمدرب وليد الركراكي. هذا الحب واللي ان دل على شيء فانما يدل على انه وليد الركراكي في المستوى. زياش بعد ما سجل الهدف فمشى في اتجاه المنصه الشرفيه اللي فيها وليد الركراكي وكيدير هذه الحركه ديال القلب، معه كذلك رشيد بن محمود وباقي اللاعبين. يعني واحد تضامن، اشاره تضامنيه كبيره، واللي كيف ما قلت ان دلت فانما تدل على شيء وحيد، بانه الكل كيحب هذا الشخص، محبوب حتى المقربين منه، وفي نفس الوقت ما حكم عليه من طرف الكاف فهو يعني قرار مجحف كيف ما جاء في البلاغ ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم البارحه. وكيف ما قلت لكم قبل الماتش بدقائق كنتفاجئ بانه كاين الخبر ديال الايقاف، فمشينا كنسولوا فيها. يعني تبادلت معكم واحد الفيديو البارحه، يعني حطيناه حتى من بعد المباراه، كان كل شيء جعيان، كاين اللي بقى في الشارع، كاين اللي نعس الى غير ذلك، كاين الكثير كذلك من الاخوان اللي تبعوا هذا الموضوع. لكن مشيت كنقلب فيه، مشيت كنبحث بدون كلل او ملل، بغيت نعرف اشنو وقع. فاكيد نحطكم في الصوره غير باش تعرفوا كيفاش انه هذا القرار يعني ماشي تليه. هذا القرار فيه المؤامره، ما كنهضروش المؤامره وما كنتبناوهاش، لكن لما كتكون الامور باينه فراه المؤامره راه باينه. تخيل معايا انه بقات غير وقيله شي ساعتين باش انه الحافله ديال المنتخب المغربي تجي الى الملعب. كتجي تليفون الفوزي القجع دوزها الوليد الركراكي، قال له راك موقوف. يعني السيد عنده واحد الخطه، الله اعلم مع من باغي يتواصل مباشره، اشنو باغي يدير، كيفاش انه اللاعبين غاديين يتقبلوا هذه المساله، خصوصا بانه وليد الركراكي محبوب. انا وريتكم هذه الصوره، يعني لا داعي اننا نخوضوا في الامور. فالقرار يعني نزل كالصاعقه، وانت امامك مباراه مصيريه فما فيها باس. يعني كنطالعوا على هذه العقوبه، الشيء اللي جا في البلاغ تم الحديث فقط على وليد الركراكي. جوج ديال المباراه ايقاف، يعني تنفذ هكا ابتداء من المباراه ديال البارحه، ثم جوج ديال المباراه كيف ما كنقولوا سورسي موقوفين التنفيذ. اي لا دار شي حاجه او لا هكا فممكن انه يوليو 4 ديال المباريات، انه نقدروا نقولوا الى طبقوا 4 المباريات راه بنسبه كبيره كتودع المنافسات ديال كاس افريقيا للامم، ما فيها باس. فكيف ما قلت في اطار البحث ديالنا وقفنا على العقوبه ديال الكاف واللائحه ديال العقوبات، فاذا بنا نفاجئ. مبيمبا اللي دار الحركه الخادشه للحياء ما كاينش، الحمد لله نصيري ما كاينش الاسم ديالو، لكن غادي نصيبوا القجاع، الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم، الاتحاد ديال الكونغو الديمقراطيه الى غير ذلك. فنقراو اخواني اخواتي هذا المقال واللي تطرق لكل ما جاء من عقوبات على وليد الركراكي، غير باش ما تبقاوش على الاعصاب ديالكم. الحمد لله راه العقوبات خفت مزيان، حنا جايين لها. أكد الاتحاد الإفريقي من خلال بلاغ رسمي له أن اللجنة المذكورة تأكد لها أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي لكرة القدم والمدرب السيد وليد الركراكي مذنبون بتهم منفصلة. يعني ماشي هذا الشيء عنده علاقة فقط بما وقع في هذه المباراة، وتم معاقبتهم بالقرارات التالية. سمعوا مزيان، القضية فيها الفلوس. فرض غرامة مالية قدرها 20,000 دولار على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 20 مليون سنتيم مغربية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فرض غرامة مالية قدرها 20,000 دولار على الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، أي أنه فحل سميتو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فحل الاتحاد ديال الكونغو لكرة القدم، تهما 20 مليون سنتيم. اشنا هو حنا جايين نوضحوا. إيقاف السيد وليد الركراكي ل4 مباريات، جوج من هذه المباريات موقوفة التنفيذ. رابعا، فرض غرامة قدرها 5,000 دولار أمريكي على السيد وليد الركراكي. 5,000 يعني 5 ديال المليون سنتيم، 5,000 دولار هي هذيك. فرض غرامة قدرها 10,000 دولار أمريكي على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب الاستخدام ديال المشجعين ديالو للشهب الاصطناعية خلال المباراة. يعني واحد 10 مليون أخرى على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
لانه هذوك المشجعين او الانصار ديال المنتخب المغربي كانوا دايرين هذيك اش كتسمى، فكروني في الاسم ديالها، المهم ديك دير هكا كطلق اللون الاخضر ولا اللون الاحمر بحال شكل ديال الشهوب، نوع من الشهوب الصناعيه. وتم تعليق مبلغ $5000 أمريكي من هذا المبلغ، لأنهم في الأخير حيدوا النص ديالو، يعني عوض أنها تكون 10 المليون خلوها غير 5 المليون. فهنا الإخوان والأخوات يعني كي تطرح السؤال قبل لا نشوفوا التخفيض ديال هذه العقوبة فين وصلت، فكي تطرح السؤال اليوم يعني من المفروض أنه على الأقل تكون واحد المناظره او لا تكون واحد الكلمه ديال شي مسؤول في الكاف ويهضرها علاش درناها. هو دابا صلنا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وكذلك الاتحاد الكونغولي لكره القدم نزلوا عليهم ب 20 المليون ديالاش. انا لحد الان حتى دابا ما عارفاش. اكيد ممكن ان نديروا توقعات نقولوا بانه كذا وهذا الشيء وخاص، ما عرفتش والله ما عرفت، يعني عاقبتي وليد ركراكي عاقب حتى الجامعه ولا شيء من هذا القبيل. فما كاينش وضوح، وانا جايكم وغتعرفوا بالضبط شكون راس الحربه. تواصلنا في اطار يعني التواصل ديالنا الحثيث مع مسؤولين قرابين من الجامعه واللي بدورهم عندهم الاصدقاء ديالهم في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وزفوا لنا واحد الخبر مفاده بانه الكاف خففت من العقوبه ديال الايقاف باش انها تبقى مباراه واحده. هذا الخبر اخواني اخواتي اللي توصلت به صراحه شخصيا، في نفس الوقت غادي نصيبه كذلك كاين في الصحف الالكترونيه المغربيه، لانه تبارك الله المصادر متعدده، خصوصا بان المغاربه كيقلبوا على الخبر والامور كتعلق بالمنتخب المغربي. الجريده ديال المنتخب اكيد الكل كيعرفها، بناء حتى هي على المصادر ديالها الخاصه من داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كتقول بان حاله من الغضب سيطرت على فوزي القجع، يعني تعصب مزيان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بعد القرار ديال لجنه التاديب التابعه للكاف بتوقيف وليد الركراكي 2 ديال المباريات نافذتين، وهو الامر الذي يعني غياب عن كرسي الاحتياط ديال الاسود في مباراه من ديال الدور المقبل الماتش الجاي. وقالت ذات المصادر ان الاستئناف كان ذو طابع استعجالي، يعني ماشي تعطل ليا في البلاصه، عطيني بالضبط اشنو كاين، لانه راه كل نهار تعطل راه كثير ليا في المنتخب. والعقوبه ستخفض لمباراه واحده فقط، لان علاش تخفضات؟ لان الجامعتين المغربيه والكونغوليه والاتحاديه المغربيه والكونغوليه، هذا هو المصطلح اللي يعني كيهضروا عليه كاع الدول، ما كيسميوش بالجامعه، والكونغوليه متفقتان بشان تهدئه الاوضاع، ومبيبا لم يضع اي ادعاءات عنصريه. سمعوا مزيان هادشي راه تيخلع. مبيبا لم يضع اي ادعاءات عنصريه امام اللجنه، ولنا المزيد من التفاصيل الحصريه. يعني كيف ما قلت المره الفايته بانه فقط الاتحاد الافريقي لكره القدم شاف بانه ما وقع في هذه المباراه فهو كيسيء سميتو الكره القدم ولا التظاهره الرياضيه، فنزل على وليد الركراكي لانه طرف، ونزل على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ونزل على الاتحاد الافريقي الاتحاديه الكونغوليه لكره القدم. يعني ما كاينش، يعني واخا يتسامح واخا يتعانقوا بحال اللي كنسميوه حنا في القانون ديالنا بالحق المدني، يعني كيبقى واحد الحق مدني ديال المحكمه او هذيك المؤسسه انها تاخذ الحق ديالها، تصالحوا ولا ما تصالحوش فراه اكيد غادي يدوز واحد العقوبه. يعني هاد الامور صراحه كتخلينا اننا دائما يعني ما كنهضروا على انه الاتحاد الافريقي الحمد لله اليوم فوزي القجع جالس تما مطرق المسائل، سد بزاف ديال الابواب، لكن مازال كاين واحد الرؤوس واللي صراحه اينعت وحان قطافها. هنا الاخوان والاخوات غير باش نحطكم في الصوره، هاد اللجنه التاديبيه او لا لجنه الاخلاقيات او لا شيء من هذا القبيل هي اللي كتصدر العقوبات. لجنه عندها الرئيس ديالها وكاين تحت منه اعضاء اخرين. اول ما كان نشوفوا شكون هو الرئيس ديالها كنصيبوه جنوب افريقي سميتو راينود هاك من جنوب افريقيا، ثم يعني باقي الاعضاء كاين من جزر القمور، من بوراندي، من بوركينا فاسو، انغولا، بنين، كونغو، الكاميرون، مالي الى غير ذلك. هنا ملي مشينا كنبحثوا في كيفاش انهم كيتخذوا القرارات، كاين واحد المساله واللي من المفروض خاص بانه الاتحاد الافريقي لكره القدم يخدم عليها مستقبلا،
وهذه المساله ربما لاول مره يعني فوزي القجع يعني غادي يحس بها وغادي يخدم عليها مستقبلا. لما كتم المعاقبه ديال اي سواء مدرب او لاعب او لا حكم او لا شيء من هذا القبيل في سميتو المنظومه الكرويه، الا كانت غادا تكون العقوبه ديال 3 ديال المباريات واقل، يعني اما مباراه واحده او لا 2 او لا 3. الرئيس بوحده سمعوا مزيان، الرئيس بوحده اللي كيتخذ هذا القرار بلا ما يدير حتى شي اجتماع او لا استشاره او لا تصويت ويخرجوا للقرار، يعني نسبه ديال عدد الاصوات. هنا تقولوا لي وكيفاش دابا انت كتقول بانه راه الرئيس خذ هذه الخطوه ولكن راه 4 ديال المباريات. اكيد كاين شي حاجه اسمها الذكاء الجنوب افريقي، ما ممكنش انه يخرج ليها طاي لانه مجرد ما غيتخذ هذا القرار فغادي تبدا تقول وكيفاش جنوب افريقيا، فضروري خاصهم يزيد واحد المباراه باش يولي 4، باش ما يتسماش راه ماشي هو اللي اتخذ القرار، وغادي يضغط على الاخرين ويقول لهم راه الى يعني حتى الناس اللي غادي يكونوا باغيين يوقفوا مع المنتخب المغربي فغيقول لهم الى هبط العقوبه ال3 راه القرار غناخذوا الراسي بلا بكم، اللهم يتزاد سميتو زيدوا مباراه وانتم يعني راه لازمنا مباراه يعني غنطلعوا الربعه، راه غتولي العقوبه غير 2 ديال المباريات وغادي يصيبوا روسهم يعني مضطرين. وهنا كاين كذلك اخواني اخواتي اللغه ديال المال. ثم كتعرفوا العلاقه ديال الجزائر بجنوب افريقيا، وشكون هي الجزائر؟ كتهضر على فرنسا. لما كتهضر على فرنسا فيستحيل انها تكون مرتاحه لهذه الانجازات واللي حققتها المملكه المغربيه. الاسم ديال المملكه المغربيه يعني ولا معروف في كل بقاع العالم، وحنا شفنا في الفيديوهات يعني سميتو الحافله ديال المنتخب المغربي غاده في اتجاه الفندق، والايفواريين حاكمي وموروكو الى غير ذلك. وهذا الشيء راه كاين فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يكفي انك تلبس القميص المغربي يا في الشينوا يا فين ما مشيتي الا وانت. فهذه الاشياء اخواني اخواتي لا تريدها فرنسا اطلاقا. من جهة أخرى على جنوب إفريقيا يعني سهلات المأمورية ديال الجزائر، لغة الغاز والبترول وكذلك فرنسا. عارفين بأن المنتخب المغربي يعني منتخب صعب المراس، عارفين بأنه راه جاي من الرتبة الرابعة في كأس العالم ديال قطر، وهذه المسألة يعني كتخلي كل الفرق واللي غتلعب مع المنتخب المغربي كتضرب له 1000 حساب. عارفين بأنه إلا ربح سميتها الماتش ديال البارح ديال زامبيا فاكيد غادي يواجه مباشره جنوب افريقيا ما باغاش سيدي تواجه مع المنتخب المغربي، ما باغاش تطير، وبالتالي فهذا هو السبب واللي كنشوفوا انا صراحه وجهه النظر ديالي، اكيد ستشاطرونني الراي، انهم غفلوا بفصيح العباره، غفلوا على غفله من امرهم. جاو الوليد الركراكي تبقى ساعه ونص ولا ساعتين ونزلوا عليه بهذاك الخبر باش انهم يخربقوا الامور. المنتخب المغربي دايز جنوب افريقيا كذلك دايزه، لكن ما باغاش تواجه مع المنتخب المغربي، باغا تشوف منتخب اخر. فكانوا باغين اما النتيجه ديال الهزيمه او لا التعادل، ان ذاك غادي نوليو نهضروا على المنتخب المغربي اما يواجه السنغال او لا يواجه مصر. فاكيد يعني غتقولوا لي وكيفاش اننا كنهضروا على فوزي القجع واحد راجل متمكن الى غير ذلك. لم اقل العكس، الله اعلم اشنو دار البارح. شفتوه البارح في المباراه؟ انا ما شفتوش، الله اعلم اشنو دار لي الكاف، وغادي يوقف لهم البيضه في الطاس، وغادي نشوفوا التداعيات ديال هذا القرار. وهذا القرار ديال الاستئناف يعني هو كيف ما شفنا مباراه واحده سالات، لكن كيف ما كنقول دائما وهذه النقطه غادي نختم بها هذه الحلقه، في كل شر خير. الا كان وليد الركراكي ما سبقش له وتبع المنتخب المغربي، هذا المنتخب اللي كيلعب دابا المنتخب ديال قطر من الفوق، لانه الشوفه من المنصه ماشي هي الشوفه من احد اللاعبين، فعلى الاقل وليد الركراكي كيف ما كانت عنده واحد النظره كتسمى افقيه اوريزونتال، فولات عنده كذلك واحد النظره جانبيه او نسميوها كاع عموديه من الفوق، الرؤوس ديال اللعابه وكذا الى غير ذلك، واللي اكيد يعني ستخدم المصلحه ديال المنتخب المغربي في القادم من المباريات. وكيف ما قال الحسن الثاني رحمه الله عليه، نحن شعب يعشق التحدي، ولا تفرض علينا التحدي دائما ما يعني كنتجاوزوه بنجاح. إخوان والأخوات، شكرا لكم مرة أخرى، ونضرب لكم مواعيد في مادة إخبارية لاحقا بحول الله. مع السلامة.